عزام راح يجن، مش عارف يعمل ايه ومش عارف ايه اللي هيعمله علشان خاطر ان ياخد الجازي. طبعا الجاسوس اللي كان دايما ملازمه في كل مكان عرف الخبر، وقرر ان هو ياخد المعلومات اللي بيسمعها منه من خالد ويروح على طول يقول لزوجته. وعرف ان هو اخد القرار وبيطلق زوجته علشان ياخد الجازي. طبعا كان خلاص مش قادر ومش مستحمل، والموضوع معاه جاب اخر الطاقة. قال له يا عم تريس واهدى. قال له خلاص مش قادر، انا عايز الجازي، عايزها باي شكل. راح كلمها وقال لها ان عمي هيجي اليوم ويطلقك علشان هياخد الجازي. طبعا هي كانت لازم تشوف اي ردة فعل سريعة وتعملها. الجازي كانت بتقول لاخواتها ان هو جه طلبني من امي، وانا مش عارفه اعمل ايه، انا خايفه ان انا اخرب بيوت. قالت لها بقول لك ايه، مادام هو بيحبك وجايز لك توكلي على الله، الموضوع مش محتاج. هنا بقى كان بيكلم رياض مع زوجته، وما كانش طايقها ولا قابل منها كلام، حارس ان هي كانت تعرف انه نصبوا عليه وساكته وراضيه. فطبعا الحب والموده اللي بينهم انكسرت. فطبعا همها كله هتطلعه في مين؟ هتطلعه يا عيني في عطوه اللي مفيش في ايديها حاجه ولا ذنبها اي شيء. بس هي شايفه ان هي سبب كل اللي بيحصل، ووجودها هو اللي خلى اخوها يسرق علشان خاطرها، وفي النهايه هي بتخسر حياتها. الموضوع بقى صعب جدا، وهي كل شويه بتحاول تفهم ايه اللي بيصير وايه اللي بيحصل، وانا ايه سويت وايه اللي عملته عشان تعامليني كده. لكن كل واحدة بتبقى غصب عنها بتتعامل مع الناس حسب ما هي شايفة ان هو السبب في اللي حصل، مش قادرة تستوعب ان هي ما كانش ليها علاقة بكل ده. حصلت مشادة بينهم كبيرة جدا، وبدأت كل واحدة فيهم انها تقول للتانية طب قولي اتكلمي، انت ساكتة ليه؟ وبدأت تقول لها انت بسببك الاخوة سرقوا بعض. هنا بقى سمعت مين؟ سمعت امهم، وعرفت ان اللي سرق ضاري، سرق اخوه. طبعا الموضوع ما كانش هين ولا سهل ابدا عليها انها تسمع حاجة زي دي، ولكن انها تنهار، وانهيار كان شديد جدا. ابني ولدي هو اللي سرق اخوه؟ طب هنعمل ايه في المصيبة دي؟ ولا هيتصرفوا ازاي؟ يحاولوا ان هم يهدوا الموضوع، ان هم يعالجوا الامور. طب هدي ياما، ما تزعليش ياما. لكن طبعا هدي ازاي وما تزعلش ازاي بعد اللي اتقال؟ الموضوع مش هين ولا سهل ابدا. هنا على طول بدأت ان هي تمسك في داري، انت ازاي تعمل في اخوك كده؟ انت ازاي تعمل حاجة زي دي؟ طبعا داري كان مش عارف يتكلم ولا يقول ايه في الوقت اللي جه متعب وسمع ان داري هو اللي سرقه. وقال له ما انا كان معايا مبلغ وقلت هديهولك، تسرقني ليه؟ ايه اللي صار؟ حاول يفهمه ان انا كنت مديون والدنيا كانت معايا مكعبله فاضطريت اعمل كده. طبعا متعب مش هيتكلم ابدا، هم اخوات ومفيش اي بينهم مشاكل، لكن المشكله في الطريقه اللي خدت بيها الفلوس. كنت جيت وطلبت مني، كنت جيت وقلت لي ليه تروح تاخد من ورايا. الموضوع كان صعب صعب على اي حد يتخيله او يتوقع ان ده يصير ما بين الاخوه. هنا بقى كانت واضحه حاسه بخيبه امل شديده، لان اولادها دول كانوا سندها، اولادها دول كانوا كل شيء في حياتها. لما تتفاجئ ان هي اولادها بيعملوا كده في بعض، يبقى الغريب هيعمل فيهم ايه؟ وضعها حست بالكسرة، حست بالحسرة، ما كانتش عندها تخيل ابدا ان ممكن يصير حاجة زي دي. وضاري طبعا بقى قدامهم منبوذ، اللي ما هيعرفوهوش ان كان بيعمل ده كله عشان يحمي زوجته من انها تتسجن، لان طبعا التاني عمال بيهدد. هنا عمل ايه؟ راح للضابط اللي شغال معاه وقال له على الموضوع، وطلب منه ان هو يساعده ويجيب له معلومات عن الشخص معين، وحكى له القصه. والضابط قال له خلاص اسهلها عندي. طبعا احنا عارفين ان سعد ليه علاقات من ساعه ما اتخلص من الناس دي، وبقى ليه الشرطي دوت بيعينه على كل شيء. وقال له خلاص انا هحاول اشوف لك الموضوع.